إذا كنتوا بتدوروا على وصفة بانكيك تنجح معكم من أول مرة فأنتوا عندي بمكانكم الصحيح. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بمطبخي، ويا رب تكونوا بألف خير. مكونات الوصفة سهلة وبسيطة وموجودة بكل بيت. تابعوا معي مراحل الوصفة بكل تفاصيلها، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من الاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس على الكل، وما تنسوني من اللايك. ويلا خلينا نبلش. ببولة كبيرة عندي حطيت بيضتين بحجم متوسط، وضفت عليهم نص كاسة سكر، وممكن أقل شوي للناس اللي ما بتحب الحلا كتير، وضفت عليهم معلقة زيت كبيرة، وكاسة حليب ملانة كاسة كبيرة، وبنفس حجم كاسة الحليب ضفت كاسة ونص طحين. الكاسة الأولى بضيفها بكل أمان ما في مشكلة، والكاسة الثانية ببلش ضيف منها بالتدريج لحتى أحصل على قوام المزيج المطلوب لوصفة البانكيك. واحتجت أنا هون لكمية الطحين كلها ما عدا معلقة كبيرة واحدة تركتها على طرف لأني اقتنعت أن البانكيك أخذ قوامه المناسب. لازم نمزج المكونات كتير منيح مع بعضها البعض لحتى تنعم ويصير التعامل معها سلس بوقت الخبز. هلا وكمكون أخير بضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبحرك المزيج كلياته مع بعضه بالمرحلة النهائية. وهون كنت عم فرجيكم كيف إن المزيج أخذ القوام الصح وصار جاهز للمرحلة اللي بعدها. ولشوي البانكيك بحمي مقلاية غير لاصقة على نار مرتفعة، وبعدين بنزل الحرارة لتحت المتوسط بشوي. بدهن المقلاية لمرة أولى بزيت نباتي أو بزبدة، وبصب المزيج البانكيك بالمقلاية بحيث إنه يغطي أرضيتها بشكل كامل. هلأ بترك قرص البانكيك ينشوى على الجهة الأولى على مهله، ولما تظهر عليه فقاعات وينشف سطحه من الرطوبة بصير وقت قلبه للجهة التانية. الجهة الأولى من القرص نضجت وأخدت هذا اللون الذهبي يلي بياخد العقل، بقلبه على الجهة التانية بقى، وبستنى ينشف بقية السوائل الموجودة فيه وياخد اللون الواضح اللي أمامكم بالفيديو. بحطه على قماشة وبتركه لحتى يبرد لوقت ما أكون جهزت باقي الكمية، ويصير فينا ننتقل للمرحلة يلي بعدها. وهون جهزت أقراص بانكيك بحجم صغير، وراح تشوفوا حبايبي كيف راح استخدمهم بمرحلة تزيين قالب البانكيك. وبعد ما خلصت شوي كل الكمية قررت اني رتب أقراص البانكيك فوق بعضها، واحشي بين الطبقات واعمل احلى وارتب قالب بانكيك. ويلا خلينا نبدأ بتزيين قالب البانكيك تبعنا. وطبعا كل حدا له مطلق الحرية بالطريقة يلي بده يزين فيها قالبه وبالمواد يلي بده يستعملها للتزيين. وأنا هون قسمت كمية قشطة موجودة عندي لقسمين، وضفت لكل قسم من الأقسام معلقتين من الكنافة المحمصة. القسم الأول ضفت له زبدة البيستاشيو وصوص فواكه، والقسم الثاني ضفت له صوص الشوكولا. دمجت المواد مع بعضها بكل صحن وبديت شكل طبقات قالب البانكيك. مديت خلطة القشطة وبقية المكونات على الطبقة الأولى، ورشيت عليهم فستق حلبي مبشور. وفوق مكونات الطبقة الثانية حطيت صوص الفواكه. وعلى الطبقة الثالثة حطيت يلي بقي من صحنين القشطة والبقية المواد، مديتهم. وضفت لهم الطبقة الأخيرة من البانكيك،
وهون صرت ضيف الصوصات، صوص الفواكه وصوص الشوكولا. مبشور الفستق الحلبي ضفته كمان على سطح الكيكة على وجهها. وصوصات إضافية. وزينت الصحن بقطع البانكيك الصغيرة. وبالفواكه، شرائح موز وفرشهم باغن، التوت الأحمر، وختام ومسك مع رشة فستق حلبي مبشور. ومع هاي الرشة بنكون أنهينا تزيين طبق الحلا تبعنا، طبق كيكة البانكيك. ومثل ما لكم شايفين يا حبايب قلبي بالفيديو بالصورة، المنظر صار سحر، صار خيالي، صار بجنن وبياخد العقل. الطعم أسطوري بيجمع بين البساطة والدلع، طراوة وهشاشة ما إلن مثيل، والألوان لوحة فنية إبداعية. وصدقوني يا حبايب قلبي إني كل لقمة من هاي الكيكة رح تحلق فيكن وتاخدكن لعالم تاني. وبتمنى يا حلوين إنكم كمان تجربوا وصفة البانكيك على طريقتي وتعطوني رأيكم بالتعليقات. ولا تنسوا أبدا إني بحبكن كتير كتير، وموعدنا بفيديو جديد وبوصفة لذيذة وجديدة.